السلام عليكم، شرايكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. معكم صابرين. اليوم إن شاء الله هنديرو بيستاجو غني عن التعريف وداير ضجة كبيرة في المواقع. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي 65 غرام تاع بيستاش، 65 غرام تاع سكر عادي، عندي 65 غرام تاع زبدة و65 غرام تاع فرينة. في الكرامبل المكونات تاعي قاع يكونوا كيف يعني ميزان واحد. نخلط البيستاش والزبدة والسكر ونضيفلو الفرينة، ندخل هذيك الفرينة في الخليط ديالي ونتحصل على عجينة تكون طرية. نجيب سنيوة نديرلها ورق الطبخ، نحلها فوق البابي كويسون تحصل على هاد القوام تاع العجينة. ودوكا نجوز نحلها فوق البابي كويسون، نحلها بيدي، ميهمش الشكل تاعها كاش يخرج لانه حنرحيوها من بعد. ندخلها طيب حتى تولي دوغي يعني لون ذهبي، ونرحيها بعد ما تبرد، يعني نخليها تبرد باش نجوز نرحيه. ودوكا نجوز ندير لاباط صابلي. عندي لهنايا فرينة وصفار بيض وزبدة. نجيب الغيسيبيون نحط فيه 2 مغارف تاع زبدة، نحط فيه مغرفة كبيرة تاع سكر ناعم، ونحط تاني مغرفة كبيرة تاع بيستاش. تقدروا ديروا الكرامبل اللي يشيط لكم، ديروه في لاباط اصابلي تاعكم. قلت لكم نزيد لو جون دوف ونخلط المكونات تاعي، ندخلهم كامل في بعضهم حتى نتحصل على قوام يتشبه لاكريم، يكون كريمي بهذا الشكل. ونضيف الفرينة غير بالعقل على دفعات، ونلمها برك، نلمها بصبعتيا ما نعجنهاش حتى تولي عندي عجينة طرية وشادة روحها. نخليها تريح شوية واحد 10 دقايق ونجوز نحلها. ندير شوية فرينة في البلان دو طرافاي، ما نكتروش الفرينة باش ما لاباط تاعي ما تشربش هذيك الفرينة. ونحلها. انا مع الاول درت هاد الطريقة، من بعد بدلتها لانه كي بديت نطبع فيها بدات تلصق لي، قلقتني وحكمت ساشي قطعته، ساشي تاع الخبز يكون مقي قطعته وحليت فوقه لاباط وطبعتها بهذا المول يكون كاغي، يكون قد المول تاع السيليكون تاعي اللي حنخدم به. ما درتش كامل لي زيتاب بعد ما بدلت لا فاصون باش ما يكونش الفيديو تاعي طويل بزاف وتكرهوا. شوفوا ما تحلوهاش رقيقه بزاف وما تحلوهاش خشينه، يكون كيما راكو تشوفوا في الفيديو. دخلتها طيب وبعد ما طيب تولي بهذا الشكل اللي راكو تشوفوا فيه، يعني طيب ابلون. دوكا نجوز ندير لا كريم تاع الشوكولا. عندي لهنايا كرامبل، عندي شوكولا بلون، وعندي باتا تارتيني ولا باتا بيستاش اللي كنت خدمتها معاكم. هاد لا كريم بزاف بنينه، خليلكم لا غوسيت في صندوق الوصف. لهنا عندي 350 غرام تاع شوكولا بيضاء، وعندي 150 غرام تاع كرامبل، و200 غرام تاع باتا تارتيني يعني عجينة البيستاش. تقدروا تستعملوا هذيك لا تتباع، تشرو كمية منها وتستعملوها، ولا تشرو باطا قيلة راهي داير 55,000، فيها 300 غرام لابواط. وكاين بالميزان، تقدروا تشرو بالميزان. انا شريت شويه بالميزان حنديرو يعني حنحشي به الكاطو ديالي. لهنا تقدروا تزيدوا ملون غذائي ولا عطر البيستاش باش لا كولور تخرج لكم فيغ بيستاش هذاك شباب، لانه لا باتا تارتيني اللون تاعها الطبيعي يكون كيما راكو تشوفوا فيه كيما شفتوه مع الاول. لهنا كنت ضفت كميه من العطر البيستاش، درتها في لابوشادوي وراني نبوشي فيها. راهي شويه حاكمه روحها، تقولوا علاش راهي حاكمه روحها؟ باسكو غفلت عليها وبدات تبرد على بها حكمت روحها. هذيك لاباطا تحتيني حطيتها تاني في لابوشادوي وبوشيتها بهذا الشكل. تقدروا ديروها في المول تاع السيليكون وتخلوها تجمد، الخدمه حتجيكم سهله خير. فيلميت لكم دو فاصون باش هكا لا فيديو تكون واضحه، طريقه تكون واضحه. الاولانيه درتها بلا بوشادوي والثانيه راني ندير فيها بالمغرفه، هكا باش ما تقيدوا روحكم بحتى طريقه. بالنسبه لاباطا تارتيني كيما شفتوا مع الاول درتها بلا بوش، وهذه دوزيام بوشيتها فوق بابي كويسون وحطيتها تجمد في الكونجيلاتور وحنحشي بها لي شوكولا تاوعي. تقدروا ديروها في المول تاع السيليكون كيما قلت لكم. دوك بعد ما نحشي شوكولا نديرها في المول ونغطيها بطبقة واحدة أخرى تاع شوكولا. غطوها مليح باش ما تذوبلكمش.
واش ريت حنقول لكم تاني، إذا زعما غفلتوا عليها ولا بدات تجمد لكم الشوكولا ما تنخلعوا، ما تقولوا خسرت، روحوا حطوها فوق بان ماغي، يعني فوق حمام مائي، وزيدوا لها مغرفة صغيرة تاع زيت وخلوها تذوب، حركوها حتى تعاود تطلق روحها. هذا ما كان. شوفوا بعد ما حطيتها تبرد، بعد ما بردت تحصلنا على هذا الشكل، خرجوا يعني شابين، يخرجوا بزاف شابين. دوكا كيفاش حنديمو ليهم؟ نديمو ليهم بهاد الطريقة، نحكم موس ونبدا نبعد الجناب بهاد الطريقة غير بالعقل باش ما تتجرحوش هذيك الحبة تاع الكاطو تاعكم ما تنجرحش بالموس، مام المول تاع السيليكون تاعكم ما يتقطع لكمش. على بالكم صباح وانا نهضر ونعاود في الفيديو ريقي نشف. ان شاء الله برك يكون الفيديو واضح وتكونوا فهمتوا وتنجح لكم لا غوسات وتكونوا ساتيسفي من الريزولتا. نتحصلوا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا فيه، يخرجوا الحبات بزاف شابين. وهاوليك الصابلي تاعي، ودوكا نبدا نلصقها بالجلوكوز. تقدروا تلصقوا بالشوكولا، اذا قعدت لكم شويه تاع شوكولا تلصقوها بالشوكولا، ولا ديروا الجلوكوز كيما راني ندير انا. نلصقها بهذه الطريقه، نلصق كاع الحبات كيف كيف. دوكا ندوزو للديكوراسيون، حنزينها بالبيستاش، نديرلو كمية تاع جلوكوز وندخلو الميكرووند يذوب شوية، هذاك يعني يطلق روحو هذاك الجلوكوز. ما تطولوش عليه، خليه دورة زوج وطفيولو، ما تخلوهش بزاف سينو هذاك الجلوكوز يتنحرق لكم. كي يطلق روحو خلاص. هاوليك بعد ما يطلق روحو باش يجيني ساهل نخدم به، ما يقعدش هكاك يتلاصق. مام كي تلصقوا به الحبات سخنوه شوية باش يجيكم ساهل في الخدمة. ندير حبيبات من الفوق نشبح بيهم كيما راكم تشوفوا، نديرها حتى 5 ولا 4 حبات من الفوق غير شبح. شوفوا شحال يخرجوا شابين. نديرهم كامل بنفس الطريقة. تقدروا ديروا من الفوق غير لافيدور، ولا ديروا من الفوق غاناج مونتي بيستاش. إليكم الاختيار في التزيين. دايما نقول لكم ما ناخذوا الفكرة وطبقوا كيما تحبوا، ما تقيدوش روحكم كيما تشوفوا. المهم الريزلتا يكون شباب ويرضيكم، هذاك هو الصح. انا زدت لهنايا ورق الذهب، ندير صاير داير لافيدور، وهكا تخرج الحبة ديالي. يخرجوا بزاف شابين بريزونطابل، يحمروا الوجه والبنة بنان. وكاينه حاجه برك لازم نقولها لكم، هما برك يخرجوا شويه حلوين. اللي يحب الحلاوه راح يعجبوا بالبزاف، واللي ما يحبش حاجه حلوه بزاف راح يقول لكم حلو. سي نورمال. وهذا هو الحلوه تاعنا اليوم. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله الشرح يكون واضح ومفهوم، وتبقوا على خير. سلام.